بصراحة يا جماعة، أنا مش عارف. هما الأهلوية دول واقعين على ودانهم من زمان ولا إيه الحكاية؟ من امبارح قلبين الدنيا على جنرال الفانيلات ودعوات لمقاطعة القناة. أولا، القناة ملهاش دعوة يا جماعة، الكلام منسوب ليه هو وهو اللي قايله. ثانيا، الراجل بيكن كل احترام وتقدير للخطيب ولم يتعرض لحياته الشخصية على الإطلاق على الإطلاق. جبتوها منين بقى الأكاذيب والافتراءات اللي قلتوها عليه دي؟ وعلى رأي سهير البابلي في مدرسة المشاغبين، ما قالش يا مفتري، ما قالش. الراجل بيتكلم في الصالح العام، هدفه التهدئة وعدم دغدغة مشاعر الأهلوية بمرض الخطيب. يعني الراجل خايف على مشاعرنا، تقوموا تهاجموه بالشكل ده، تقعدوا تقول أبو باروكة وأبو صبغة وبتاع الفانيلات والحمالات، ما يصحش كده. وبعدين موضوع التأشيرة ده موضوع سهل وبسيط، يعني دي معلومة جات له من المطبخ أو من الحمام مش فاكر وقالها، طلعت صح يبقى تمام، طلعت غلط المفروض بقى الخطيب القموصة ده بدل ما يروح يعمل شكوى وبلاغ في النيابة يرفع سماعة التليفون ينفي الخبر أو يوري له التأشيرة وخلصت القصة على كده. الأمور سهلة وبسيطة يا جماعة، احنا بس اللي قطتنا جمل وبنكبر المواضيع والحكاية والرواية طيب، برضو مش عارف انتوا زعلانين ليه لما يقعد جنرال الحمالات يتكلم عن ارقام مغلوطة في الشرط الجزائي لكولر وريبيرو ويتهم مجلس الادارة باهدار المال العام. كل ده عشان ما جابش سيرة الزمالك اللي اهدر مليارات وباع ارض الدولة. دي كلها امور بسيطة ومش مقصودة على الاطلاق على الاطلاق. طيب، هنا ده على طول بيفكرني بالقول المقصور: مش كل من طبطب عليك حاسس بهمومك. مش يمكن ايده وسخة وبيمسحها في هدومك؟ نقفل بقى الكلام في المواضيع التافهة دي عشان وقتنا ضيق قوي النهاردة، ونروح لفقرة برافو عليك. والسؤال الأول لضيوفي الكباتن الكبار: هو الكلب بيهوهو ولا بينونو ولا بيصوصو؟ أعتقد بيهوهو يا كابتن مدحت، برافو عليك. مبروك مرة تانية ركبت الترند، لكن عندي إحساس إن الأهلي المرة دي هيركبك الحلزونة، لأن المرة دي مش مجرد إيحاءات جنسية، المرة دي نشر معلومات خاطئة ومضللة، ودي جناية فيها حبس. قولوا يا رب. لكن يبقى السؤال المهم: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن عن تلقي شكوى الأهلي وإحالتها للجنة التحقيق في الشكاوى. هو أنت مستني الأهلي يشتكي ليه؟ الدنيا مقلوبة من امبارح. أمال لجنة رصد الأداء الإعلامي دي بتعمل إيه؟ دمتم في ثبات عميق. امبارح قلت للجمهور المخطط يتفرج على حلقة شلبوكة عشان ينبسطوا ويصيحوا بقى براحتهم، لأن بصراحة بالنسبة لي صياحهم طرب. لكن جمهور البليلة فاق توقعاتي وراح لمناطق مبدعة وخلاقة جدا، مناطق ما تخطرش على بال حد، لا عاقل ولا عبيط. جمهور البليلة راح سأل شات جي بي تي، وروه صورة التأشيرة، والذكاء الاصطناعي أقر وأكد إن رقم جواز سفر الخطيب مش صحيح وإن التأشيرة دي مزورة. يا سلام، إيه الإبداع ده! الناس دي يا جماعة بتفكر خارج الصندوق تماما، خارج الصندوق وخارج المجرة كمان. في منهم بقى مبدع وخلاق وعملي في نفس الوقت. النوعية دي بتحب تتكلم بالمستندات عشان يبقى كلامها مصدق. راحوا داخلين على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية وحطوا بيانات التأشيرة. لما طلع لهم إن التأشيرة سليمة وصدرت بالفعل، راحوا شايلين صفر من أرقام التأشيرة وخدوا سكرين شوت إن التأشيرة غير موجودة. قمة الإبداع الصراحة. أي حاجة، المهم نطلع الخطيب كذاب، ويا ريت نطلعه ممنوع من السفر كمان. المشكلة إن لو في حد من العباقرة المخططين دول بيعرف يقرأ، كان عرف إن الأهلي في حافظة المستندات اللي قدمها في شكوته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قدم أصل التأشيرة.
وكمان يزكى اخواتك منك ليه؟ الاهلي هيروح يقدم بلاغ للنائب العام بتأشيرة مضروبة؟ هو انتوا بتضربوا حاجة جديدة جنب البليلة؟ اخيرا لما فشلت كل المحاولات بتاعت المفهومية والحداقة في موضوع التأشيرة، راحوا محولين على قصة إهدار المال العام. وليه بقى الأهلي ما ردش على إهدار المال العام؟ يبقى أكيد مدحت صح، وهم مش قادرين يردوا عليه فبيغلوشوا بموضوع التأشيرة. أيوة احنا بنغلوش، أصلنا بعنا أرض الدولة من وراها، وكمان السنة قربت تخلص ولا دعينا جمعية عمومية ولا طلعنا الميزانية السنوية اللي المفروض تتعمل بنهاية شهر يونيو. الناس دي ما عندهاش بربع جنيه مفهومية، ناس ما عندهاش دم.